اليوم نعرض لكم ما حصل في وسط الملعب أول أمس مع المنتخب اليمني. واجه المنتخب السعودي وخسر ب2-0. طبيعي عادي، ولو خسرنا احنا والفين للخسائر، ان ما بش اتحاد يمني، ان الاتحاد فاشل. واللاعب اليمني لو ما حصل تبديل، اللاعب نزل الى ارض الملعب وهذا خرج، لم يجاد اللاعب كسارة. يا اتحاد حتى بطريقة الكسارة قام رئيس الاتحاد العراقي يتبرع لكم، الله المستعان، بكفاءة اللاعب اليمني. ولكن هذا عار وخزر عليكم يا اتحاد اليمني الفاشل، أنت والمدرب سكوب الذي قام يصرح تصريحات فاشلة، تصريحات التوك توك والسيارة الصغيرة وكذا وكذا. هذا من خسارتكم ومن النذالة الذي فيكم. ونعرض لكم اليوم المقاطع الكاملة. أرجو المشاهد اليمني والمحبين الكرة القدم أن يشاهد المقاطع كاملة للمنتخبات كامل، وأنا هذا أعرضها لكم مقطع فيديو لكل منتخب. ردود افعال المنتخب اليمني ايضا. كابتن علاء يعطيك العافيه، نقول هارد لك، يعني انك تخرج صفر النقاط من 3 جولات، هذا شيء متوقع بالنسبه للمنتخب اليمني. والله الحمد لله، يعني بصراحه يعني اكيد يعني مستحيل ان احنا نعمل شيء على الوضع اللي احنا عايشينه. لا نكذب على انفسنا ولا نكذب على الناس، وحتى الجمهور، يعني الجمهور اليمني عارف بالوضع اللي احنا عايشينه. يعني بطوله داخليه كانت ستقام لا تقام، فكانت بين قوسين وادنى من القيام لا تقام، فاحنا كنا في اجازه سلبيه جالسين في البيت، فاتصالات تعالوا شاركوا مثلوا من اجل دوله الكويت ومن اجل المشاركه. الحمد لله لبينا النداء، حققنا المبتغى من المشاركه، استفدنا، احتكينا مع منتخبات قويه، والحمد لله هذا المستوى اللي قدمنا كثر الله خيرهم. يعني انت من البيت تجي تلعب بهذا المستوى. انتم في انديتكم ما تلعبون؟ ما عندنا رياضه، احنا 3 سنوات ما عندنا كره قدم داخل البلد. احنا وضعنا الناس تشكي وعندها كل شيء، فما بالك احنا اليمن. يعني بصراحه تجي من البيت تقدم هذا المستوى، والله كثر الله خير اللاعبين الموجودين معنا. والله بيض الله وجهكم، انتم جيتوا على اساس نجاح هذا الحدث ومسانده لاخوانكم. علاء اكيد نعم، بصراحه يعني الكويت لها فضل علينا، دول الخليج لها فضل علينا، والحمد لله يعني الكويت لها فضل على اليمن، واحنا لبينا النداء واجينا من اجل المشاركه، من اجل الاحتكاك. وايضا كان عندنا هدف احنا كلاعبين اخذنا على انفسنا في عهد في اليمن من قبل سنه ونص، اننا لازم نتاهل لنهايه كاس اسيا في الامارات. فهذا هو طموحنا، واحنا الحمد لله بين قوسين اودنا الى التاهل للنهائيات، فهذا هو هدفنا وهذا هو هدفنا الاصح. لكن بالاول والاخير احنا نوجه رساله للناس النقاد اللي يتكلموا المنتخب اليمني ضعيف، المنتخب اليمني يعني محسوم المباراه قبل اللقاء. يا اخي افتح لي مجالات في دوريكم، افتحوا لنا الدوري، يعني افتحوا لنا قلوبكم من اجل اللاعب اليمني يقدم مستوى. يعني اللاعب اليمني لو يلعب في دوريات خليجيه كمواطن محلي بكل نادي يسمح للاعب واحد، بنتطور، بيستفيد اللاعب اليمني ونقدم مستويات. لكن بالاول والاخير تجي من البيت تقدم هذا المستوى، كثر الله خير اللاعبين. بيض الله وياكم، شكرا. مبارك للمنتخب اليمني في مباراة بطولية قدمها اليوم وحقق 3 نقاط في أول مشواره، وكان يعني هو الفريق الوحيد في هذه البطولة لم يسجل هدف، وبالتالي هدف ب3 نقاط. راح يعني نتعرف أكثر عن ردود أفعال هذه المباراة بعد هذه المباراة. عبد الرحمن الشامي لاعب منتخب اليمني وأفضل لاعب في هذه المباراة. كابتن مبروك، كنتم تتوقعون اليوم النتيجة؟ على المايك كابتن. نعم. اولا السلام عليكم ورحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، انا ما نقول الف مبروك، لكن نعتذر من جماهيرنا، لكن هذا حالنا، يعني ما توفرش لنا مباريات وديه ولا معسكر اعدادي تمام، بس الحمد لله على كل حال مره ثانيه وثالثه قدم اعتذاري. يعني هي مباراة كبيرة اليوم قدمتوها كابتن، هذه دموع الفوز ودموع الانتصار بكل تأكيد على يعني ربما يعني من الفرق القوية في هذه البطولة. اليوم حققتوا النتيجة الكبيرة الحمد لله، يعني هذا بفضل الله ثم بفضل وجود اللاعبين والتعليم هذا الكابتن، نقول لهم ألف مبروك كابتن، ألف مبروك كابتن. محمد النفعي كابتن مدرب المنتخب اليمني، أحد أبرز لاعبي المنتخب اليمني، وحديث عن هذا الفوز وهذه الخسارة. كابتن عصام مساء الخير. مساء النور. أن يخرج البطل بوقت مبكر، ماذا يعني؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم،
هذا هو حال كرة القدم، فوز وخسارة، والذي يستعد جيدا يكون له التأهل والنصيب. واحنا الحمد لله ما استعدينا قبل البطولة بأسبوع أو أسبوعين هكذا، ما كانت كافية، لكن الحمد لله شاركنا. كان الأمر أن احنا نسعد الجمهور اليمني الذي بيتابعنا خلف الشاشات واللي حاضر في الملعب، بس الحمد لله ما كان فيش لنا نصيب. ضاغطين طول وقت المباراة، والمنتخب الأردني من هجمتين سجل هدف والثانية انقطعت عليه. رايك منتخب الناشئين؟ والله منتخبنا إن شاء الله يكون من الاتحاد الاهتمام بنا، ويقام معسكرات من الآن استعدادا لبطولة كأس العرب وتصفية كأس آسيا إن شاء الله. شكرا كابتن عصام. شكرا. هارد لك كابتن. شكرا. المنتخب اليمني كابتن حمزة حياك الله. ألف مبروك. يعني تحقيق إنجاز كبير، كيف تصف اليوم؟ والله إن الحمد لله يعني وصفة دموعنا أول مرة نشيل البطولة، وإن شاء الله إن القادم أفضل، والأجيال اللي بعدنا إن شاء الله بعد نرفع كل كأس كل أي دوري إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله لك الحمد وهدي هذا الفوز للجماهير كامل، واللي يرفعوا الراس اللاعب رقم 12 في الملعب، والحمد لله على كل فوز يا رب لك الحمد. كابتن تغير الشعور عندكم عندما سجل المنتخب السعودي هدفه في الثواني الأخيرة؟ والله الحمد لله كانت الثقة بالله قوية، والله الحمد لله الحارس زميلي وضاح ما قصر في المرمى، كانوا رجل، وإن شاء الله يا رب إنها مستقبلات ويهتموا بنا، وإن شاء الله ما يسيبونا يا رب. ألف مبروك كابتن. الله يبارك فيك. إن شاء الله أنتم المستقبل إن شاء الله المنتخب إن شاء الله يا رب. لكن أتمنى من الاتحاد كرة اليمن قدم إنهم لا يصيبوا بهذا المستقبل، والله الشباب الرائعين زملائي اللي قدموا كل ما قدموا أفضل منهم، أحسن من أي لاعب، إن شاء الله يا رب يرفعوا الراس يا الله. شكرا كابتن، يعطيك العافية. الحمد لله اللهم لك الحمد. إذا كان سمعتوا ما حصل للمنتخبات اليمنية كاملة، للشباب وللناشئين وللأولمبي والمشارك الذي شارك في خليج 25 في البصرة، خسر قدام المنتخب السعودي ب2-0، وبيواجه منتخب العمان بكرة وبيخسر المنتخب، وإن شاء الله أنه بيفوز. وهذا السبب الرئيسي هو الاتحاد اليمني الفاشل والمدرب اسكوب. يا الاتحاد اليمني الفاشل، كان معنا مدربين يمنيين محليين قويين مثل ما المدرب قيس محمد صالح ومدربين غيره، بتعتقل هذا وتدخل هذا وذا، أفضل من المدرب الخارجي الذي بيجيب 25,000 دولار شهريا غير الكفاءات حقه. ليش؟ عند السبب الرئيسي اتهال المنتخبات. افعل منتخباتنا نادي منتخبات يشارك في بطولة قوية، وارجو من المنتخب الناشئين لا يشارك لهذا السنة، لم يتجهز هذا السنة المنتخب للناشئين، باي يسودوا بوجهك يا المنتخب الناشئين، لا تشارك إلا لو ما قدك متجهز. هذا كلامي.